عمرك حسيت ان الدنيا مقفلة معاك، ان الحظ دايما ضدك؟ طيب ايه رأيك لو قلتلك ان في سر ممكن يغير حياتك؟ وده اللي هنحاول نكتشفه النهاردة مع بعض من خلال ملخص كتاب السر ومؤلفته روندا بايرن. السر اللي بنتكلم عنه هو قانون الجذب، واللي فكرته ببساطة ان اللي بتفكر فيه وتركز عليه هو اللي بيتحقق في حياتك، سواء كان ايجابي او سلبي. الافكار، كل حاجة بتبدأ بفكرة، اللي بتفكر فيه بانتظام هو اللي بتبدأ تجذبه لحياتك. لازم تحس بالمشاعر المرتبطة بالفكرة، لأن المشاعر هي اللي بتدي الفكرة طاقة. لما تفكيرك يكون إيجابي ومليان مشاعر حقيقية، هتبدأ تلاحظ النتائج في حياتك. الحاجات اللي كنت بتتمناها هتبدأ تتحقق بشكل غريب، سواء فرص شغل أو علاقات. ايه هو السر؟ السر هو يعني اللي بتفكر فيه وتركز عليه هو اللي بتحقق في حياتك، سواء كان ايجابي او سلبي. الجذب الايجابي، لو افكارك ايجابيه ومليانه تفاؤل هتبدا تلاحظ ان الحاجات الحلوه بتجيلك بسهوله. مثال، لو دايما بتفكر انك ناجح وان الفرصه متاحه ليك، هتلاقي انك بتقابل الاشخاص الصح وبتجيلك فرص مش كنت متوقعها. الجذب السلبي، نفس المبدا بيشتغل في الاتجاه العكسي. لو فكرت في الفشل والخوف واي شيء سلبي تبدا تجذبه لحياتك. لو طول الوقت بتقول انك دايما هتقع في المشاكل، هتلاقي المشاكل بتتكرر معاك. ازاي اللي بتفكر فيه بيأثر على حياتك؟ الفكرة ببساطة ان عقلك زي المغناطيس، بيجذب ليك الحاجات اللي بتركز عليها، سواء كانت ايجابية او سلبية. يعني كل فكرة بتمر في دماغك بتأثر بشكل مباشر على مشاعرك وتصرفاتك والنتائج اللي بتحصل في حياتك. لما تفكر في حاجة ايجابية زي النجاح، عقلك بيبدأ يحس بالحماس والتفاؤل. اما لو كنت بتفكر في الفشل، فهتحس بالخوف والتوتر، هيخليك متردد ومش هتاخد اي خطوة في حياتك. الخلاصة، فكر إيجابي هتحس أحسن وهتاخد خطوات صح وحياتك هتتغير للأفضل. لو عايز تغير حياتك، ابدأ بتغيير أفكارك. إزاي تفعل قانون الجذب؟ وده هيتم من خلال 3 خطوات هنبدأ نشرحهم بشكل تفصيلي. أول خطوة بمعنى أطلب، هيقدر يحقق ليك أمنيتك لو مش محددها بدقة، بمعنى إنك تحدد اللي أنت عايزه بوضوح. إزاي تطلب بطريقة صح؟ حدد هدفك بوضوح واكتب هدفك كأنه اتحقق، وتجنب الكلمات السريبية، واربط هدفك بمشاعر قوية. ثانيا، آمن، بمعنى صدق انك هتحققه فعلا. لازم تكون مؤمن انك تستحقه وانه في طريقه ليك. الايمان هو مفتاح الجذب، لان لو شاكك او مش مصدق فده هيوصل رسالة ليك انك مش واثق، وبالتالي مش هتحصل على اللي انت عايزه. ثالثا، استقبل، كن مستعدا لاستقبال ما طلبته، بمعنى بعد ما حددت هدفك وامنت انه هيحصل، دلوقتي لازم تجهز نفسك فعليا لاستقباله. يعني ما تكونش بتطلب حاجة وفي نفس الوقت مش متقبل فكرة انها هتحصل. لو عايز تحقق حلمك لازم تفتح ايدك وتستقبل الفرص اللي هتجيلك، ولازم تكون مؤمن انك الوحيد اللي تستحقها. ازاي تطبق السر في حياتك اليومية؟ اتفقنا يا اصدقائي ان السر هو قانون الجذب. لازم تفهم ان افكارك هي اللي بتحدد الحالة اللي بتعيش فيها. مثلا لو بتشوف الفلوس على انها حاجة صعبة ومحدودة، فعقلك هيفضل يجذب ليك الفقر. لكن لو صدقت ان المال طاقة متجددة ومتاحة ليك، هتبدأ تلاقي الفرص اللي تجيب ليك فلوس اكتر. لكن لازم يكون عندنا مبدأ ان المال وسيلة وليست غاية. لو عايز تجذب علاقات حلوة في حياتك، لازم تؤمن انك تستحق حب واحترام الاخرين. غير طريقة تفكيرك عن العلاقات وركز على جلب العلاقات الصحية والايجابية. وكمان لو عايز تحافظ على صحتك، لازم تؤمن انك تستحق جسم صحي ومليء بالطاقة. كل ما تغير تفكيرك نحو الصحة، كل ما جسمك هيتجاوب معاك بشكل ايجابي. وكمان لو عايز تجذب فرص شغل افضل او تحقق نجاح في عملك، لازم تؤمن بقدرتك على التميز وتحقيق اهدافك المهنية. حاول انك تطور نفسك باستمرار. السر هنا، لو كنت واثق في قدراتك وركزت على اهدافك المهنية بتفاؤل، هتجذب ليك الفرص اللي تساعدك تحقق النجاح اللي تستحقه. لما تقدر الحاجات الحلوة في حياتك سواء كانت كبيرة او صغيرة، وتكون شاكر على كل النعم اللي عندك، فهو ده معنى الامتنان الحقيقي. لما تكون ممتن هتحس بسلام داخلي وبتزيد فرصك في جذب الحاجات الإيجابية ليك. الفكرة كلها ان الامتنان مش مجرد شعور، دي مجرد حالة احنا بنعيشها مع كل نعمة ربنا اكرمنا بيها. قانون الوفرة، الاحساس بالوفرة بدلا من الندرة. قانون الوفرة بيقول ان في فرص وموارد كافية للجميع في الكون. الفرق بين الوفرة والندرة هو طريقة تفكيرك. لو بتفكر ان الفرص قليلة والموارد محدودة، هتحس دايما انك محروم او مش قادر توصل للي نفسك فيه. اصدقائي، احنا لسه معاكم في ملخص كتاب السر لروندا بايرن. لو عجبتكم الفكرة وملخص الكتاب، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين، وكمان سبسكرايب للقناة علشان تتابعوا كل جديد من ملخصات الكتب. شكرا ليكم على دعمكم. نرجع تاني لتكملة ملخص كتاب السر، ونبدأ بمعنى التصور. هو عملية تخيل شيء في ذهنك، سواء كان هدف او موقف او حتى مشاعر. التصور مش مجرد فكرة عبرة، لكن هو تركيز كامل.
التصور الإبداعي يا صديقي مش بس مجرد خيال، وهو إنك تتخيل وتتصور الأشياء أو الأهداف اللي عايز تحققها في حياتك. مش بس إنك تتخيلها، لكن تعيش كل لحظة في ذهنك كأنها بتحصل بالفعل، وده بيخلي عقلك الباطن بيتقبل الفكرة وبيبدأ يسعى لتحقيقها. التأثير النفسي للتصور الإبداعي. التصور الإبداعي مش بس مجرد خيال، لكن ليه تأثير نفسي قوي. لما تتخيل حاجة في ذهنك، عقلك الباطن بيبدأ يتفاعل معاها وكأنها حقيقة. ده بيأثر على مشاعرك وسلوكك وطريقة تفكيرك، وده بيخلي فرص نجاحك أكبر. التصور الإبداعي مش بس بيغير طريقة تفكيرك، لكن كمان بيغير حالتك النفسية. الإيمان هو الاعتقاد العميق في شيء بدون شك أو تردد، والإيمان بيكون مش بس في الأفكار لكن كمان في القلب. الإيمان هو اليقين الكامل في قلبك وعقلك بأن ما تتمنى أو بتسعى لتحقيقه هيحصل بالفعل. لما تؤمن بشيء مش مجرد أمل أو توقع، لكن ثقة كاملة إن الكون هيتفاعل مع نواياك وأفكارك علشان تحقق اللي انت عايزه. أوقات بيكون عندك إيمان قوي بشيء معين رغم إن مفيش أدلة مادية أو ملموسة بتدعمه في الوقت الحالي، لكن الإيمان في حد ذاته هو دافع قوي بيخليك تشتغل وبتتحرك علشان تحقق هدفك حتى لو ما كانش واضح قدامك الطريق. الشعور العميق والرغبة القوية في تحقيق شيء معين في حياتك هي بداية الطريق نحو هدفك، لأنها بتعبر عن أمل أو تمني لحاجة أنت بتتمناها. لكن الفرق هنا هو إن الرغبة بتكون مشاعر مليانة بالتحفيز، ده اللي بيدفعك للتحرك لتحقيق هدفك. واخيرا وليس اخرا هنبدأ نشرح مفاتيح الايمان. مفتاح الايمان الحقيقي مش في النتيجة اللي هتحققها او الطريقة اللي هتوصل بيها لهدفك، لكن في الشعور الداخلي اللي بتشعر بيه وانت متأكد منك هتحقق الهدف ده. الفكرة هنا انك تكون مؤمن بانك هتحقق شيء ما، مش لازم تركز على كيفية حدوثه او امتى بالظبط، لكن المهم انك تعيش الشعور وكأن الهدف بيتحقق بالفعل. السر هنا لما تركز على الشعور الداخلي بالايمان واليقين بدل من النتيجة او الطريقة، هتلاقي كل حاجة حواليك بتسعى لتحقيق هدفك. ولازم تبدأ بخريطة لتحقيق اهدافك، زي انك تحدد الهدف بوضوح واعرف السبب الحقيقي ورا الهدف، وقسم الهدف لخطوات صغيرة والتزم بالعمل اليومي. ثانيا تصور النجاح بمعنى انك تتخيل نفسك بتحقق الهدف اللي بترغب فيه وبتشعر بالفخر والانجاز كما لو انه حدث بالفعل. ثالثا خليك ممتن دلوقتي، بمعنى انك تركز على اللحظة الحالية وتكون شاكر لكل الحاجات الصغيرة والكبيرة في حياتك. الامتنان مش بس عن الاشياء الكبيرة، لكن كمان على الحاجات اليومية البسيطة زي الصحة والعيلة او حتى الفرص اللي لسه جاية. اتخذ خطوات بمعنى انك ما تكتفيش بالتفكير او التخطيط بس، لكن تبدأ تنفيذ واتخاذ خطوات فعلية علشان تحقق هدفك. كل خطوة حتى لو كانت صغيرة بتقربك من تحقيق اللي بتسعى ليه. وده يا أصدقائي كان ملخص بسيط لكتاب السر لروندا بايرون. الكتاب مفيد في تعزيز التفكير الإيجابي وزيادة الثقة بالنفس، لكنه مش كافي لوحده لتحقيق النجاح. الأفضل إن احنا ناخد اللي يلهمنا منه، لكن نشتغل على نفسنا من خلال التخطيط الواقعي. شكرا على متابعتكم من خلال تقديم ملخص الكتاب. وأخيرا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان تفضلوا معانا في رحلتنا مع الكتب وأفكارها. دعمكم بيساعدنا نوصل لكم كل جديد.